السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. ال48 ساعة اللي فاتوا في موضوع شاغل الرأي العام المصري أو الرأي العام الرياضي في مصر، ألا وهو التجديد لأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك. الزمالك ليه بالظبط حوالي شهر بيتكلم حوالين تجديد تعاقده مع أحمد سيد زيزو، وناس تقول لك جدد وناس تقول لك ما جددش، ناس تقول لك هيجدد وناس تقول لك مش هيجدد، ناس تقول لك هيكمل في الزمالك وناس تقول لك هيلعب بره مصر خالص ومش هيلعب في مصر الا لنادي الزمالك ومش عارف ايه وايه وايه. الموضوع سخن قوي اليومين اللي فاتوا، لان كان داخل في المفاوضات مع نادي الزمالك على صفقة أحمد سيد زيزو النادي الأهلي سبحان الله اليومين دول يظهر إن هو موراهوش حاجة غير إن هو يصطاد في لعيبة الزمالك. أخد أشرف بن شرقي اللي كان بيلعب في الزمالك ما كفاهوش، أخد إمام عاشور وعمله كوبري ما كفاهوش، أخد كهربا ما كفاهوش. فالنادي الاهلي اليومين دول شغلانته ان هو يخطف لعيبة نادي الزمالك. في كلام كتير بيقولك ان خلاص النادي الاهلي خلص في احمد سيد زيزو ومضى معاهم 4 مواسم، وابو احمد سيد زيزو اللي هو المكلف بالتفاوض على صفقة انتقال ابنه ان هو اتم انتقال صفقة احمد سيد زيزو الى النادي الاهلي. انا مش عارف النادي الاهلي فجأة كده بقى شغله الشاغل ان هو يخطف لعيبة الزمالك. طب ليه؟ طب ما انت عندك لعيبة كويسة، عندك لعيبة كويسة جدا في النادي عندك، وممكن انت يعني جت فترة كده بيقولك ان حصل تفاهم ما بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وما بين الكابتن محمود الخطيب إن لا ده يتدخل في أمور ده الداخلية ولا ده يتدخل في أمور ده الداخلية ولا ده يدخل على لعيبة ده ولا ده يدخل على لعيبة ده. الأهلي شغال طاخ 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 في خطف في لعيبة نادي الزمالك، ولكن برضو الشيء بالشيء يذكر إن انا مش هعيب على النادي الاهلي ان هو بيخطف لعيبه نادي الزمالك، ولكن ده ان دل يدل على ان اداره النادي الزمالك اداره ضعيفه واداره متباطئه واداره بالبلدي كده سايبه السايب في السايب. انت لعيبتك وموجود لعيب موجود عندك وبيلعب عندك وفي الفريق الاول عندك ونجم الفريق عندك، ازاي انت ليك شهرين النهارده مش عارف تخلص معاه؟ ازاي انت النهارده مش عارف بالبلدي كده تقفل بالضبة والمفتاح على التجديد للعيبك وتخلص معاه وتمام وتفل 14؟ ازاي مش قادر تقنع والد احمد سيد زيزو ان هو يخلص ويوافق ويمضي وننهي القصة دي اللي ليها النهارده اكتر من شهرين او 3 شهور شغالين؟ احمد السيد زيزو في الزمالك، لا احمد السيد زيزو في الاهلي، لا احمد السيد زيزو هيلعب مش عارف بره مصر. طب وليه ده كله؟ انت ضعيف للدرجه دي؟ انت ما عندكش شخصيه للدرجه دي؟ انت مش عارف تسيطر على اللعيب عندك؟ وبعدين احمد السيد زيزو نفسه انت مين اللي عملك؟ ما نادي الزمالك هو اللي عاملك. انت مين؟ انت اساسا كنت بره مصر ما حدش يعرف عنك حاجه. مين احمد السيد زيزو؟ ما حدش يعرفك اصلا، ما مش مذكور في اي جمله مفيده، لا بتلعب منتخب مصر ولا الجماهير في مصر عارفاك ولا اي حاجه، وانت ذات نفسك طلعت قلت الكلام ده. بأنهي عين طالع تقول ان رايح عايز تلعب في النادي الاهلي؟ انت اللي شهرك في مصر نادي الزمالك، واللي عرفك للناس في مصر نادي الزمالك، ونادي الزمالك خيره عليك وعلى ابوك. جاي النهارده بتتنك على ايه؟ على ايه؟ ما النادي اللي عاملك
والنادي اللي عمل منك اسم وعمل منك لعيب وعمل منك كيان، انت ما كانش حد يعرفك، راحوا جابوك من بره مصر في لعيبه هو اسمه احمد السيد زيزو، وانت المفروض ان انت راجل صعيدي وشهم وعندك مروءه وفاهم و يعني ده رد الجميل، هو ده رد الجميل لنادي الزمالك، ان انت تبيع وتشتري في نادي الزمالك. هم اللي غلطانين في الموضوع ده مش النادي الاهلي. الاداره اللي مش عارفه تحافظ على لعبتها واللعيبه الطماعه الجحده اللي هي مش مقدره